اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده انا جاي اتكلم في موضوع ازاي اللاعب يقدر يحافظ على نفسه ويقعد اطول فتره ممكنه في المستطيل الاخضر. طبعا كلنا متفقين ان الموهبه والمهارات الاساسيه هي كل جماليات كره القدم. بس قبل ما اكمل الموضوع، اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ادعمني بلايك. طبعا مصر غنيه بالمواهب واللعيبه الافزاز اللي عندهم قدرات فنيه ومهاريه عاليه جدا، جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل. يعني شاهدنا على مر الاجيال لعيبه افزاز. بس انا بتكلم على اللعيبه اللي حرمتنا منهم وهم في سن صغيره جدا، وكانوا ممكن يكملوا في الملاعب بالموهبه بتاعتهم اللي ربنا اداها لهم، موهبه فوق العاده، مهاره، قدرات فنيه، ابداع وامتاع ولعب كوره بجد ولاعيبه كوره بجد. بس حرمونا منهم وحرمونا من متعه المشاهده ليهم في فتره مبكره جدا من لعبهم. امثال كابتن ميدو وكابتن محمد زيدان، كابتن ابراهيم سعيد، كابتن عمرو زكي، كابتن عمرو سماكه، كابتن وليد صلاح الدين. اللعيبه دي حرمتنا منهم في وقت مبكر جدا جدا، كنا ممكن نستمتع بيهم سنين تانية اطول من كده بكتير. ونفس المهارات ونفس القدرات كانت عند مجموعه تانية من اللعيبه، وقدروا يحافظوا على نفسهم وقدروا يستمروا في الملاعب لاطول فتره ممكنه، والجماهير هي اللي كل مره تطالبهم ان هم يستمروا في الملاعب. اللعيبه دي امثال كابتن الخطيب، كابتن حسن شحاته، كابتن حسام حسن، كابتن محمد ابو تريكه، كابتن محمد بركات، يعني على سبيل الامثله وليس الحصر. طب ايه الفرق بين اللعيبه دي والمجموعه دي والمجموعه دي؟ دول عندهم مهارات وفنيات وامكانيات عاليه، ونفس الشيء في المجموعه اللي هناك. اقول لحضرتك الفرق هي السلوكيات. السلوكيات تنقسم قسمين: سلوكيات داخل الملعب والمجموعتين بيتميزوا بيها، وسلوكيات خارج الملعب. هتقول لي السلوكيات خارج الملعب بتأثر على داخل الملعب، اقول لك اه، وهي دي اللي أثرت على ان هم يكونوا عمرهم قصير في الملاعب ويحرمونا منهم. فكلامي دايما انا بوجهه للناشئ الصغير اللي طالع، اقول له خد قدامك كده قدوة ومثل عشان تعمر في الملاعب وتقعد اطول فترة ممكنة. اللعيبة دي بقى اللي قعدت اطول فترة ممكنة كانت بتعمل ايه؟ كانت بتلتزم بالتدريب، بتلتزم بتعليمات المدرب، بيحرم نفسه من اشياء كتير عشان يقدر يستمر ويتمرن بجد عشان يحمي نفسه من الاصابات. وطالما حميت نفسك من الاصابة هتعرف ان انت مكمل. وكان بيطور من نفسه، من قدراته الفنية وقدراته العقلية. اللعيب طول ما هو في الملعب، طول ما في تطوير شغال، تطوير في مستواه، تطوير في اداء لعبه، تطوير يخلي الجمهور مع كل مرحله يقولك لا الراجل ده يكمل. فانا بقول للشباب الصغير والناشئ الصغير، السلوكيات من اهم شيء يحافظ عليك وعلى عمرك داخل المستطيل الاخضر. شوف الامثله اللي قعدت في الملاعب وعمرت اكبر عمر في الملعب، واقتدي بيها وقلدها علشان تقعد انت كمان اطول عمر في الملاعب، لان هو ده اللي هيأمن لك مستقبلك ومستقبل اولادك ومستقبلك المهني بعد كده في عالم كرة القدم. يعني الناشئ وهو صغير كده لازم يتعامل على انه محترف، يطور من نفسه، يطور من امكانياته، يشوف الامثلة كويسة ويقلدها. ده مش عيب، مش عيب ابدا. عشان اوصل للنقطة اللي انا عايزها، اللي هي نقطة ان انا اكون لعيب على مستوى عالي والناس تتمسك بيا والجمهور يتمسك بيا ومحدش ينادي ان انا بطل كوره، هتعب وهجتهد، والكل مجتهد النصيب. واتمنى يكون كل ناشئ سمعني، او كل واحد بيبدأ مشواره في كرة القدم سمعني، يكون استفاد من الكلام اللي انا بقوله. ابقى انا كده يعني في غاية السعادة ان كلامي حتى وصل لأي عدد من المشاهدين. واشكركم شكرا